أهلا بكم. التحالف الدولي لهزيمة داعش يقيم في واشنطن الحرب على التنظيم ويخطط لمرحلة إعادة الاستقرار والإعمار في سوريا والعراق. وقمة أمريكية فرنسية تؤكد على وحدة الموقف في مواجهة الإرهاب وتوافق على خريطة الطريق للحل في سوريا. ضيوف ساعة حرة من باريس: البير فرحات، صحافي متخصص في الحركات الإسلامية ومكافحة الإرهاب. من اسطنبول: ياسر الفرحان، عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري المعارض. ومن واشنطن: إما أشفورد، الباحثة في معهد كيتو الأمريكي. أهلا بكم جميعا. بداية كنا نريد أن ننتقل إلى باريس مع مراسل الحرة هناك توني شامي للاطلاع على أبرز ما تم إطلاقه من مواقف خلال القمة الفرنسية الأمريكية بعد اجتماع الرئيس ترامب والرئيس ماكرون. على كل سنستمع إلى أبرز ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالتوافق مع روسيا حول خطة العمل المشتركة في سوريا لوقف إطلاق النار في منطقة غرب أو جنوب غرب سوريا. لقد توصلنا إلى وقف لإطلاق النار استمر 5 أيام. قد تكون ال5 أيام فترة قليلة للوهلة الأولى، لكن إذا كانت في سوريا فإنها تعتبر فترة طويلة جدا أنقذت فيها أرواح ولم يقتل فيها الكثير من الناس في منطقة تعتبر أخطر منطقة في سوريا والعالم. رغم ذلك تمكنا من الوصول إلى تلك الهدنة ونتيجة تواصلنا وحوارنا مع روسيا الذي أوصلنا إلى وقف إطلاق نار سيستمر بصورة حسنة. وبصراحة نحن نعمل على وقف إطلاق نار ثان في منطقة صعبة جدا في سوريا، وإذا توصلنا إلى ذلك وبعد ذلك العديد من الهدنات في أماكن أخرى فسنرى سوريا من غير إطلاق نار، وهذا شيء رائع. طيب، ننتقل إلى باريس مع مراسل الحرة هناك توني شامي. توني، أهلا بك. ما هي أبرز خلاصات هذه القمة الأمريكية الفرنسية التي يستضيف خلالها الرئيس الفرنسي نظيره الأمريكي على حفل عشاء في هذا الوقت في برج إيفل؟ يعني في هذه اللحظات كما ترون خلفنا العشاء بدأ بين الرئيسين وزوجتيهما، ولكن على مستوى السياسة فلا بد من القول أنه كما كان متوقعا فلم يحدث هناك أي خرق على مستوى اتفاق المناخ أو ما يعرف باتفاق باريس. ولكن يعني لاحظنا أن هناك منحا إيجابيا في كلام الرئيس ماكرون عندما قال أنه يمكن التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الملفات البيئية، ولكنه أكد احترامه وتأييده وتركه الحرية للرئيس الأمريكي باتخاذه القرار المناسب والذي يتلائم مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، أي ما يعرف بالانسحاب من اتفاق باريس. هذا على هذا المستوى. أما في المستوى السياسي وهنا كان الإنجاز في ملف مكافحة الإرهاب. بدأ أن هناك تكاملا وانسجاما في هذا الملف بين الموقفين الفرنسي والأمريكي، وأن المرحلة هي مرحلة القضاء على كافة أنواع الإرهاب وكافة الإرهاب وعلى الإرهاب بمختلف تسمياته وأشكاله. وبهذا الموضوع يعني الإرهاب من مالي إلى ليبيا إلى سوريا إلى العراق وأينما وجد، يبدو أن هناك الأيام المقبلة ستؤدي إلى وضع تصور مشترك من خلال لجان تواصل في هذا الإطار. البارز أيضا أعتقد في هذا الصدد توني يعني التحالف الدولي لمحاربة أو لهزيمة داعش انعقد في واشنطن خلال الأيام الثلاثة الماضية وانتهى قبل قليل، وننتقل بعد لحظات إلى بريت ماكيرك للاستماع إلى النتائج. ولكن باختصار حول سوريا لننتقل إلى بريت ماكيرك للاستماع إلى المؤتمر الصحفي. وضعوا جانبا وهم يشوا لفترة. بالطبع يعني بالشأن السوري الجديد القديم هو أن ماكرون كرر قوله
أن الإرهاب هو الأهمية والأساسية والأساس. الخط الثاني هو استخدام الكيمائي. التحالف الدولي سيضرب من سيستخدم هذا السلاح، ولكنه قال أنه بعد 7 سنوات انتقد السياسات الخارجية السابقة فيما يتعلق بسوريا، وقال إن الذي يهم ليس مستقبل الأسد وإنما القضاء على داعش وكافة أنواع الإرهاب، وأن هناك خطة ولجنة تواصل ستؤسس وستضع خارطة الطريق لما بعد الحرب في سوريا والعراق. توني شميي مراسل الحرة في باريس، نشكرك. ننتقل إلى وزارة الخارجية الأمريكية مع بريت ماككيرك والمؤتمر الصحفي في نهاية اجتماعات التحالف الدولي لهزيمة داعش. نستمع إلى ما يقوله. في السنوات الماضية 4 وجلب كل الإرهابيين والمحاربين الأجانب والتفخيخ هو أنه كان لدينا مشاكل كثيرة حتى بدءا من العام 2012 في العراق. كان هناك عشرات من الانتحاريين يقومون بعملية تفجير كل شهر في المساجد، في ملاعب كرة القدم، وفي الأماكن العامة. وبالتالي بعد كل ما جرى يصعب أن نتكلم عن التقدم السياسي. نحن هزمنا داعش وأبعدناهم عن المنطقة، ولم يعد المحاربون الأجانب يتوجهوا إلى سوريا، ومن هو في سوريا لن يتمكن من الخروج. إذن بشكل سريع، ما هي الآلية الموضوعة للتأكد من أن قوات الأمن العراقية غير متورطة في قتل المدنيين كما ناقشنا منذ ساعة تقريبا في الجلسة حول حقوق الإنسان؟ لو ننظر إلى حملة الموصل، هي من أصعب العمليات العسكرية منذ الحرب العالمية الثانية وفق الخبراء العسكريين. هي عملية في مدينة عدد سكانها 2,000,000 شخص، وطبعا داعش اختبأت بين السكان، وهناك عشرات الآلاف من المحاربين الأجانب. هناك من يتكلم الصينية والفرنسية والهولندية والروسية ولغات أخرى غير عربية، وكانوا يحتمون وراء المدنيين في المباني العالية. لذلك تأخر التحرير لبضعة أيام، لأن الإرهابيين كانوا يأخذون المدنيين دروعا بشرية يضعونهم في أسفل المباني. وبالتالي لو قصفت القوات العراقية هذه المباني للتخلص من داعش لكان قتل الكثير من المدنيين. ونحن كنا على الأرض، وهناك من قدم النصح للقوات العراقية أيضا، والجنود العراقيون قتلوا من جراء التركيز على حماية المدنيين. وعندما هناك بعض الأخبار. إذن هذا المؤتمر الصحفي يعقده الموفد الأمريكي الخاص إلى التحالف الدولي لهزيمة داعش في نهاية اجتماعات التحالف التي انعقدت ل3 أيام في العاصمة الأمريكية للتخطيط لمرحلة ما بعد داعش في الموصل وفي العراق وفي سوريا. ولكن وهنا يبدأ نقاشنا مع البير فرحات الصحفي المتخصص في الحركات الإسلامية ومكافحة الإرهاب من باريس. سيد فرحات، يعني المرحلة المقبلة، المعركة المقبلة للتحالف وخصوصا في العراق هي في تل عفر والحويجة والقائم، وفي سوريا تستمر المعارك في الرقة. برأيك ما هي أبرز التحديات التي تواجه التحالف الدولي لهزيمة داعش في المستقبل القريب والمتوسط عدا سوريا والعراق؟ حاليا أهلا بكم في البداية. اليوم بدأت تتضح الليلة تحديدا معالم السياسة الدولية الجديدة وكيفية التعامل مع داعش والمسميات الأخرى، وليس الحصر فقط بتسمية داعش، حيث كان في خطاب الرئيس الفرنسي الأمر جليا وواضحا أن كل التسميات والمسميات الإرهابية الآن هي هدف من أهداف
التحالف الدولي. لكن بالعودة لسؤالك، كيفية حصر المشاكل والعوائق التي سوف تواجه قوات التحالف الدولي، هي تحديد أدوار الدول المشاركة في هذه الحرب، تحديد عمليات التداخل الخارجي، إن كان إيراني أو تركي أو سعودي أو إماراتي أو قطري، لكي لا نستثني أحد في الموضوع. أيضا هناك تقسيم الملفات، وهذا ما أراده الرئيس الأمريكي اليوم، أننا سوف نشارك على جميع الجبهات، ليس فقط في الشرق الأوسط، وإنما موضوع الساحل ما زال مطروح بقوة على الأرض، وسوف نذهب نحن والفرنسي من أجل محاربة الجماعات الإسلامية بكل مسمياتها، كما ذكر الرئيس الفرنسي، ولست أنا هنا من يذكر هذا الموضوع. أيضا هناك طرح جديد الليلة، وللمرة الأولى سمعناه من طرف رئيس فرنسي، أي أنه وضع كل السياسات الخارجية للسياسة الخارجية الفرنسية السابقة، يعني منذ زمن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي وصولا مرورا بالرئيس فرانسوا هولاند، إن كانت سياسات عسكرية أو سياسية خارجية، وضعها في مكان الجدل والانتقاد، حيث انتقد بشكل مباشر السياسة الخارجية الفرنسية وما آلت إليه من إضعاف دور لفرنسا الخارجي في المنطقة العربية، وحتى في المستعمرات السابقة أفريقيا تحديدا. وهنا الشيء الجديد الذي أتى به الرئيس الفرنسي الحديث في السياسة بين قوسين، أنه أثبت أنه لديه مقدرة على استيعاب الغضب الأمريكي تجاه فرنسا في الفترات السابقة، ولاحظناه أنه فعلا تعامل على مستوى القوة الأمريكية والموقع العسكري لأمريكا في أوروبا، حيث فرنسا بدأت مع ماكرون تستعيد من موقعها السياسي الخارجي في عملية مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى صعيد أوروبا. ولكن ليس هناك مواجهة، يعني هناك شراكة قوية، هذا ما يتحدثون عنها. لا ليس. نعم هناك مشاركة قوية وشراكة فعلية، لكن بالمفهوم المجازي لتحديد الأدوار. هذا هو الصراع الذي فرنسا تريد أن تجد مكانا لها في هذا الصراع الخارجي والدولي. نعم. طيب سيدة إما أشفورد من واشنطن، برأيك ما هي التحديات الأساسية التي تواجه التحالف في سوريا والعراق، وبالتالي عن مرحلة ما بعد التحرير؟ يعني يبقى موضوع أو مسألة وجود القوات الأمريكية في العراق مسألة حساسة. بعد تحرير الموصل هناك مناطق إضافية بحاجة لتحرير، ولكن هل أن الأمريكيين سيتخلون هذه المرة عن العراق وينسحبون مجددا ويتركون العراقيين لأنفسهم، وربما عندها تظهر داعش من جديد؟ أعتقد أن هذه هي المشكلة الأكبر بالنسبة للخطاب الذي ألقاه السيد ترامب وتعليقات السيد ماكرون. الاثنان تحدثا عن محاربة الإرهاب واتخاذ خطوات عسكرية، ولكنهما لم يتحدثا عن المضامين السياسية لخياراتهما، لم يتحدثا ماذا بعد هزيمة داعش عسكريا، ما هو الحل السياسي لسوريا،
هما لم يتحدثا عما إذا كانت القوات الأمريكية ستبقى في العراق وهذا أفضل، أو أن القوات العراقية ستسيطر وتدير بلادها. كانت هذه هي الأساسيات للسياسة الخارجية للسيد ترامب. هو يتطلع للعمل العسكري ولكن لا يتحدث عن الدبلوماسية أو المساعدات الاقتصادية وأي شيء ضروري لتأمين السلام بعد هزيمة داعش. طيب، سنتوقف مع فاصل قصير ونعود لنتابع هذا الحوار. كونوا معنا. أهلا بكم من جديد. نستمع إلى ما قاله الرئيس الفرنسي في المؤتمر الصحفي مع الرئيس ترامب حول خطة العمل المشتركة حول سوريا أو خارطة الطريق في سوريا. بصراحة أصبح لدينا الآن مقاربة جديدة بما يتعلق بسوريا، وذلك لأننا نرغب بالحصول على نتائج وأن نعمل سويا مع شركائنا بصورة حثيثة بمن فيهم الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأننا لدينا هدف أساسي واحد، ألا وهو اقتلاع الإرهاب من جذوره أينما كان. نحن نرغب بالحصول على نتائج والوصول إلى حل سياسي شامل ودائم. في ظل هذه المعطيات أنا لا أطالب برحيل الأسد، هذا لم يعد مطلبا لفرنسا. نحن نعمل على بناء خارطة طريق للوصول إلى حل سياسي دائم وشامل، ولكي تستمر هذه الخارطة نحن بحاجة إلى حلول دبلوماسية وليس لعمليات عسكرية. هذا ما اتفقنا عليه. نحن نريد حلولا بمشاركة أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول المساهمة في بناء خارطة الطريق تلك. بالطبع سيكون هناك ممثلين عن الأسد، وذلك لنتمكن من تنفيذ خارطة طريق ما بعد الحرب، علاوة على ممثلين من أطياف المعارضة المختلفة. سنتحاور جميعا. سيد ياسر الفرحان من اسطنبول، ما رأيكم بهذا الكلام الصادر عن الرئيس الفرنسي وعن الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بمناطق تخفيف التوتر أو وقف إطلاق النار في سوريا، ولكن بشكل عام عن خارطة الطريق التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي؟ تصريحات صادمة مع الأسف، وفيها تراجع كبير عما كان يقوله زعماء كلتا الدولتين في سنوات مضت. وليتهم قالوا وأعلنوا هذه التصريحات بصراحة منذ بداية الثورة السورية، لكان الشعب السوري عرف طريقا آخر، بدل التعويل على ما يدعى ويسمى أصدقاء الشعب السوري. أعلنوا منذ سنوات بأن الأسد فقد شرعيته، وبأن الأسد الذي ضرب الشعب السوري بالكيميائي من غير المقبول أن يستمر في حكم سوريا. رجل قتل أكثر من 500 ألف سوري، وشرد أكثر من 10 ملايين، ودمر أكثر من 5 مليون منزل في سوريا. لكن واشنطن للتوضيح سيد فرحان، ليس مشكلتهم، ليس عدوهم، هو عدو للشعب السوري. إذا سيد فرحان، يعني للتوضيح، واشنطن لم تعلن أنها لم تعد تطالب برحيل الأسد، ولكن وزير الخارجية تحدث عن هذه المسألة وقال إن لا مستقبل لعائلة الأسد في مستقبل سوريا، ولكن هناك عملية سياسية يجب أن تتم. لم يذهب الموقف الأمريكي إلى الحد الذي وصل إليه الموقف الفرنسي. بالتأكيد ما شطح به الرئيس الفرنسي مختلف كثيرا عن التصريحات الأمريكية، لكن في الحقيقة أيضا التصريحات الأمريكية تختلف عن الممارسات الأمريكية التي تتخلى عن الملف السوري لروسيا، وتتمسك روسيا بالمقابل بالأسد وتقدم له كل الدعم السياسي والعسكري. وأيضا لا تفعل شيئا أمريكا ضد إيران التي يزداد نفوذها في سوريا. اتفاقية تخفيف التصعيد هي محصورة بمنطقة على الحدود السورية المجاورة، ولكن الرئيس ترامب يتحدث عن اتفاق في منطقة أخرى قريبا. أي مقاربة أو إجراء
يعني هذا الموضوع يعني كان من الممكن أن يعلن مباشرة إذا ما اتفقت الدولتين العظميتين روسيا وأمريكا على منطقة ما في سوريا، فكان هذا على حساب اتفاق سابق أبرم في أستانا على كامل المساحة والجغرافيا السورية. اتفاقية تخفيف التصعيد كانت تشمل كل المناطق المحررة، وبالتالي جاء هذا الاتفاق مجتزأ، جاء مقلقا، وجاء يعني فيه نوايا تقسيمية لسوريا، يعني دعني أقول فيه مخاوف أكثر ما هي نوايا. للمرة الأولى تتحول سوريا إلى شمال وجنوب، للمرة الأولى يفاوض وفد عن الشمال ووفد عن الجنوب، اتفاقية خاصة بالشمال واتفاقية خاصة بالجنوب. الاتفاقية السابقة لتخفيف التصعيد رغم بعض الانتقاد والملاحظات عليها، لكن بالنتيجة كانت تشمل كل المناطق، ونحن منذ البداية كمعارضة سورية نطالب بوقف إطلاق النار على أن يكون شاملا كي لا يستفرد النظام وإيران بمنطقة دون أخرى، ونطالب أيضا بأن يكون متزامنا مع الانتقال السياسي كي لا تتحول هذه الخطوط إلى حدود. نعم. هذا لم يعالج في اتفاق عمان المبرم بين الروس والأمريكيين والأردنيين. طيب، أما في هذا الخصوص تحديدا لم تنشر تفاصيل هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن. ربما ما زال العمل جار على وضع تفاصيله، ولكن برأيك إلى أي مدى سيسهم هذا الأمر إلى تقسيم سوريا أولا؟ وثانيا، الرئيس ترامب يتحدث عن اتفاق لوقف النار في منطقة ثانية صعبة جدا. ماذا يقصد برأيك؟ أي منطقة؟ أخشى أنني لا أعرف ما كان يشير إليه، ولا أعتقد أن أحدا يعرف. الوزير تيلرسون أدلى ببعض الملاحظات التي توحي بأن أمريكا ربما تسعى لترتيبات مماثلة للترتيبات التي تمت مع روسيا ربما في شمال سوريا، ولكن هذا سيكون صعبا تحقيقه. من ناحية هل هذه خطوة باتجاه تقسيم سوريا؟ لا أعتقد ذلك. أعتقد أن هدف إدارة ترامب هنا، وهذه خطة معطوبة، أعتقد أن الهدف من ورائها هو محاولة في مكان في سوريا ربما يكونوا ناجحين ويوفروا وقف لإطلاق النار، ربما يتوسع إلى مناطق أخرى. هذه ليست حركة باتجاه التقسيم، وإنما إقرار أن بعض المناطق في سوريا هي بالفعل مختلفة عن مناطق أخرى، ووقف إطلاق النار ربما ينجح في جنوب غرب سوريا أكثر من بعض المناطق الأخرى. كي أكون صريحة، ونحن نتحرك باتجاه حل دبلوماسي ومحادثات سلمية، أحد الأشياء التي يجب أن ينظر فيها هي حقيقة أنه على الأرض هناك مجموعات مختلفة تسيطر على مناطق مختلفة في سوريا، وليس من المحتمل أن مجموعة واحدة ستسيطر على كامل التراب السوري. طيب سيد البير فرحات، برأيك لماذا فشلت محادثات آستانا الأخيرة في تحديد ورسم مناطق خفض التوتر في سوريا، وتنجح الآن أو نجحت المحادثات الثلاثية الروسية الأمريكية الأردنية في رسم منطقة معينة، ويبدو أن العمل جار على تحديد وقف إطلاق النار في منطقة أخرى؟ يعني هل برأيك تخلى الروس عن عملية آستانا والتحالف مع تركيا وإيران لصالح اتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة بالاشتراك مع أطراف أخرى؟ لا، هنا الموضوع يعبر عن تشاؤم الروس أكثر من تخلي الروس عن الموضوع. كما ذكرت لك بالبداية أنه العديد من عناصر التدخل الخارجي هي التي ساهمت وأسهمت في وصول الأمور إلى ما آلت إليه في اجتماعات آستانا وغيرها من الاجتماعات، اجتماعات جنيف التي حصلت ما بين الروس وغيرها من أطياف المعارضة السورية. تعدد الأسماء لدى المعارضة السورية، تغير الموقف
لدى أطياف وأطراف المعارضة السورية يؤدي في كل مرة إلى نقد ورفض ما تم الاتفاق عليه ولو بجزء بسيط. ما قاله ضيفك الآن من أعتقد من تركيا إذا سمعت جيدا المكان، يعني نعم اسطنبول، يحدد ويعطينا نوعا ما عن طريقة تعامل المعارضة السورية بطرف من المعارضة السورية مع الدول التي استضافتها. وأذكر جيدا أن أول دولة استضافت المعارضة السورية كانت فرنسا، ساركوزي آنذاك. وإذ اليوم نسمع من المعارضة السورية، طرف من المعارضة السورية، أنها تهاجم وتأسف لما قاله اليوم الرئيس الفرنسي. لقد أعطيت هذه المعارضة السورية كل الفرص من أجل الوصول إلى حل في سوريا، إن عسكري أو سياسي، لكنها فشلت في أن تتوحد فيما بينها. واليوم ما حصل مع الوفود السورية أثناء المؤتمر الصحفي الذي كنتم تنقلونه الآن، أنه الموفد الأمريكي والأممي رفض استقبالهم بالشتات المعروف عنهم، وطلب منهم علنا: وحدوا أنفسكم وآتوا ثم لنتفاوض. هذا هو ما حصل في الأردن. كان تقريبا كل الأطراف كانت تحت الولاء الأردني، ولهذا السبب استطعنا لحصول أو الوصول إلى اتفاق. لكن لغاية الآن لا نعرف ما هي البنود لهذا الاتفاق. هل هذا المؤتمر وهذا اللقاء فتح الطريق لملف اللقاء الرئيس الأمريكي في باريس اليوم وغدا؟ ما سيسفر عنه اللقاءات القادمة. تحديد عدو المرحلة المقبلة هو هنا بيت الداء لدى الفرنسي، لدى الأمريكي، لدى البريطاني، وغيرها من الدول عذرا على مقاطعتك العاملة على الساحة. نعم سيد فرحات، نتوقف مع فاصل قصير ونتابع. كونوا معنا. أهلا بكم من جديد، ونرحب بضيوفنا من واشنطن: إما أشفورد الباحثة في معهد كيتو الأمريكي، من اسطنبول ياسر الفرحان عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري المعارض، ومن باريس البير فرحات الصحافي المتخصص في الحركات الإسلامية ومكافحة الإرهاب. سيد ياسر الفرحان، برأيك إقامة مناطق وقف إطلاق النار هذه التي تتزامن مع انفتاح أمريكي روسي على الحل في سوريا، والتي تتزامن أيضا مع محادثات جنيف، هل كل هذه الأمور تدخل سوريا في مرحلة جديدة هي مرحلة الحل السياسي؟ بداية لابد من المرور سريعا على ما قال ضيفك من باريس بأن يعني المعارضة لم تتفق، وهذا هو سبب ما أوصلها إلى هذه الحالة. يعني دعني أقول بأن هذه شماعة يحاول أطراف متعددون يسوقون السياسات الدولية التي تخلت عن التزامها لتحميل المعارضة هذه المسؤولية. ولو رجعنا إلى التصريحات الصادرة عن الأصدقاء وبالذات فرنسا دولة صديقة لطالما وقفت مع الشعب السوري في مجلس الأمن وفي غيره، لكن بالنتيجة الآن التصريحات مختلفة حينما نقول بأن بشار الأسد هو ضد الشعب السوري وليس ضد فرنسا. هذا صحيح، لكن فرنسا أعلنت بأنها تقف مع قيم العالم الحر ومع الإنسانية ومع حقوق الإنسان، وبأنها صاحبة الثورة العظيمة الذي تحتفل اليوم بعيدها الوطني. ولكن يعني أستاذ فرحات، يعني تحرير السجناء عفوا أستاذ فرحان، تبرر لبشار الأسد أو تقبل، ولكن يعني في هذه النقطة تحديدا الولايات المتحدة في إدارة أوباما قالت إن أيام الرئيس الأسد معدودة. فرنسا طالبت برحيله، كل الدول
طالبت برحيل الأسد، العديد من الرؤساء ذهبوا والرئيس الأسد بقي. أليس من الحكمة برأيك أو من الأفضل أن يتم التخلي عن هذا الشعار والعمل على حل سياسي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انتقال سياسي من دون التمسك بشعارات لم تؤدي إلى نتيجة؟ من كرس وقع هذه الشعارات وأوصل الحال إلى ما نحن عليهم الدول العظمى. يعني الشعب السوري واعي ويعرف بأن بشار الأسد سيضربه بالكيميائي ويضربه بالطيران والبراميل يعني يقوم بكل هذه الفظاعات في السجون ليخمد الثورة. جرب ذلك في حركات وفي يعني حالات سبقت، لكن يعني كنا نعتقد بأن المجتمع الدولي تغير بعدما بدأت كل هذه الجرائم تظهر على الإعلام، وبعدما أعلنت هذه الدول بداية بأن الأسد قد فقد شرعيته وعليه أن يرحل. وبالتالي يعني المشكلة لدى الشعب السوري بأنه صدق كل هذه الشعارات التي لم يطلقها هو. من أطلق هذه الشعارات هم القادة في الدول الصديقة، أمريكا وأوروبا والعرب أيضا، يعني ليس فقط أوروبا، ولم يلتزموا بذلك، وبالتالي سمحوا لبشار الأسد بالاستمرار بكل هذه الجرائم. الآن يقولون إذا ما استخدم الأسد السلاح الكيميائي سنرد عليه عسكريا، لكن القرار الصادر عن مجلس الأمن يقول بأن الأسد إذا كان يعني لم يمتثل لحيازة السلاح الكيميائي فيجب أن تتخذ ضده إجراءات. طيب. الفصل السابع. سيد يعني فرحات، ما رأيك بذلك؟ وبالتالي هل نحن دخلنا في مرحلة لطلبات تسليمه؟ نعم سيد فرحات، هل دخلنا في مرحلة الحل السياسي بعد التقارب الأمريكي الروسي؟ هل هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف النار في جنوب سوريا وفي مرحلة لاحقة ربما في منطقة أخرى كما قال الرئيس ترامب سيعزز مفاوضات جنيف وبالتالي نسير نحو الحل؟ أستاذ فرحات هل تسمعني؟ نعم نعم عفوا، سؤالك لم أفهمه، لم أسمع السؤال، قطع الصوت. نعم السؤال هو هل أن اتفاقات وقف النار التي تم التوصل إليها بين الروس والأمريكيين والأردنيين وربما في مرحلة لاحقة في منطقة أخرى في سوريا إضافة إلى ما يجري من اتصالات أمريكية روسية ستفضي إلى بداية حل سياسي في سوريا تتزامن مع مفاوضات جنيف؟ المطلوب الآن ما خرج من مؤتمر من لقاء ترامب مع الرئيس الفرنسي اليوم كان واضحا وجليا. الموضوع أصبح الآن موضوع وقت. هناك فرنسا والولايات المتحدة وكل أوروبا الآن تعمل جاهدة من أجل أن تخرج مرفوعة الرأس من هذه الأزمة السورية وكيفية إدارتها لهذه الأزمة السورية، علما أنها تريد حفظ ماء الوجه، أننا لا نريد أن يكون هناك انتصار لخط حزب الله إيران العراق في سوريا. هذا هو، أو حتى أيضا يجب عدم نسيان دور الجيش السوري ودور أيضا الرئيس بشار الأسد. شئنا أم أبينا هناك دور فعلي لإيران وكل هذه الأطراف التي ذكرتها على الساحة السورية. هذا هو عملية تدوير الزوايا من أجل عدم القول أن الخط الإيراني وحلفائه مع الروس هم الذين انتصروا. الروس حاليا وغير الروس في المنطقة لا يريدون فقط أننا انتصرنا فيما حصل في سوريا. وهنا تلقى اللائمة بشكل أو بآخر على أطراف المعارضة المسلحة السورية وليست الإسلامية، لكن إذا أردنا البحث عنها لنجد الكثير من هذه المعارضات على الواقع الأرض في سوريا، إنما نجدها في المؤتمرات إن كانت في القاهرة أو في أستانا أو جنيف. هذه المشكلة ليست مشكلة فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما هي مشكلة المعارضات السورية وليست المعارضة السورية. بالعودة إلى الشق
الجماعات التي تتبنى الإسلام كمصدر لبوابات دكاكينها وحوانيتها، هذا الموضوع تدخل تحت قائمة الأهداف المرسومة لاتفاق اليوم، والذي يعتبر ترجمة للاتفاقات السابقة. ما حصل قبل أشهر ما بين الولايات المتحدة وروسيا من عمليات تبادل لمعلومات وأسرار عسكرية وعمليات رصد عبر أقمار صناعية إن كانت إسرائيلية أو أمريكية، وأعطيت للروس عبر الرئيس الأمريكي ترامب، وتم تناولها آنذاك بالصحافة على أنها تسريبات أمنية عسكرية لتخدم الحرب. هنا بدأنا نفهم أن الحرب في سوريا أشرفت على نهايتها. عملية اليوم أكدت أننا بدأنا نرى لما بعد هذه الحرب، لما بعد يعني خارطة الطريق التي تحدث عنها الرئيس ماكرون تقصد؟ نعم، ولا أريد أن أسميها كذلك أنا، لكن تقسيم الأدوار، تقسيم الكعكة في سوريا، تقاسم النفوذ، تقسيم الكعكة في العراق، من سيأكل. نعم وكيف ستتم عملية المشاركات من أجل بناء العراق أو من أجل بناء سوريا، علما أن الموضوع إعادة إعمار سوريا بمئات المليارات، العراق أضعاف وأضعاف، والحبل على الجرار. هذا هو ما تريد حاليا فرنسا وأمريكا وغيرها من الدول في هذا الأمر. طيب. الموضوع أن يبقى بشار الأسد أو لا يبقى بشار الأسد يعتبر موضوع أعتقد سنوي بالنسبة لهم، هذا هو السؤال. ولكن سيدة أشفورد، في هذه النقطة تحديدا حول إعادة إعمار سوريا في المستقبل، بريت ماككيرك الموفد الرئاسي إلى التحالف الدولي لهزيمة داعش قال إن مسألة إعادة أعمار سوريا ليست سهلة، كون التحالف الدولي لا يتعامل مع الحكومة السورية. ويقول أيضا بريت ماككيرك أن المجلس المحلي في الرقة سيجري انتخابات في شهر أيار المقبل لانتخاب مجلس جديد. هل نحن هنا بدأنا في رسم نماذج لسوريا المستقبل عبر هذه الانتخابات التي ستجري في الرقة في المستقبل في العام المقبل بدعم من الولايات المتحدة لهذا المجلس؟ أعتقد، وردا على المتحدث السابق، أعتقد أن من السابق لأوانه أن نقول أن النزاع في سوريا قد انتهى. لا يزال هناك عنف في أماكن كثيرة، والتحالف لا يزال يقاتل داعش، وبالتالي من السابق لأوانه أن نقول أن النزاع قد انتهى. ولكنني أعتقد أن ما ندخله هو مرحلة فيها أطراف مختلفة من سوريا سيكون فيها مواقف مختلفة، ووقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا هو عبارة عن فرصة لمحاولة إنهاء الوضع القائم حاليا، ربما عن طريق حكم محلي في المناطق المختلفة، والإمدادات الإنسانية تأتي وإلى الأماكن التي هرب منها السوريين الذين سيعودون إلى بيوتهم. هذا لا يعني أننا سنرى السلام في كل سوريا أو أننا سنرى وقف إطلاق نار أكثر ديمومة، ولكن نحاول أو الهدف من المجالس المحلية هو الإقرار بأننا لن نعيد الأراضي إلى نظام الأسد، وإنما سنستمع إلى مصالح السكان المحليين في هذه المناطق وما يريدونه. النزاع نفسه لم ينتهي، ولكن سيبدو مختلفا ونحن نتحرك إلى الأمام. طيب سيد ياسر الفرحان، فيما يتعلق بمستقبل الرئيس السوري، كلام مهم قاله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يقول فيما يتعلق بالأسد فنحن لا ندعمه، لكننا لا نريد إطلاقا أن يتكرر في سوريا ما حصل في العراق،
وقصد أن دولا غربية كثيرة كما قال كانت متعطشة للقضاء على الدكتاتور هناك، ولهذا أخشى من أنه بعد القضاء على الدكتاتور سيجري القضاء على البلد أيضا، لأننا نشهد هناك تطورات شديدة التعقيد. هل برأيك يصف الوزير لافروف الرئيس الأسد بديكتاتور ويخشى أن يتكرر في سوريا ما حصل في العراق؟ وبالتالي هل أن روسيا مستعدة للتخلي في المستقبل عن الرئيس الأسد؟ ما من شك بأن موسكو أعلنت أكثر من مرة في جلسات خاصة بأن الأسد بات عبئا ثقيلا عليهم، وهم ينتظروا اللحظة التي يقبضوا فيها ثمنا ليتخلوا عن بشار الأسد. المشكلة في الطرف الآخر الذي لا يدفع ثمنا لهذه الورقة. ومن شك بأن الجميع يعلم بأن الأسد ربما ملفات أخرى في أوكرانيا في شبه جزيرة القرم، عقوبات اقتصادية مفروضة على موسكو، الحفاظ أو الوعد بالمحافظة على نفوذ روسيا في المنطقة، يعني ملفات أخرى خارج المنطقة، خارج سوريا تحديدا. لكن المشكلة بأن الشعب السوري هو من ينزف ومن يدفع الثمن الكبير تجاه هذه الخلافات وعدم الوصول إلى توافق ما بين الدولتين. الجانب الآخر الذي يعني أشير إليه بأن يعني ما من شك بأن الأسد الجميع يعلم بأنه غير قابل لإعادة الإنتاج وغير قابل لإعادة التأهيل. هو فقد السيطرة حقيقة على سوريا. من يحكم سوريا الآن هم الميليشيات الإيرانية. الأسد لا يمون حتى على محيط قصر المهاجرين في دمشق، وبالتالي يعني من غير المقبول ولن تسمح الأطراف الأخرى أن تهيمن إيران على المنطقة. وبالمقابل وحتى الآن يعني هناك أدوار ما يعني يريدون لها أن تنجز، وهذه يعني ليست بمحددة الزمن والمدة. الجميع يعلم بأن جنيف حتى الآن تضيع مزيد من الوقت تحضير هذه الأوراق خارج التوافقات التي تجري ما بين الدولتين، وبالتالي يعني دمستورة والأمم المتحدة لم يتوصلوا حتى الآن على الأقل إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق نار، إطلاق سراح المعتقلين، فك الحصار عن المناطق المحاصرة. كل هذه لم تنجز. طيب. اتفاق الجنوب حينما توافقت روسيا وأمريكا على منطقة معينة نشهد بأن وقف إطلاق النار حصل وسيحصل. لماذا لا يتوافقوا على كامل المساحة السورية؟ لماذا لا يتوافقوا على حقن الدم السوري؟ هذا متاح. يعني إذا كان هناك تفاوض على مصير الأسد أو على شكل الحكم على المرحلة الانتقالية فلتجري في جنيف بالتوازي مع تخفيف المعاناة التي يمر بها الشعب السوري. هذا مع الأسف لا يكترث له أحد، وبالتالي من يدفع ثمنه هو الشعب السوري. طيب فاصل أخير ونتابع. أهلا بكم من جديد. إما أشفورد، تصريحات لافتة أدلى بها السيد فريد هوف المستشار أو الموفد الأمريكي السابق إلى سوريا، حيث قال إن مفتاح بقاء حكومة الأسد هو بأيدي الإيرانيين وليس بأيدي الروس، وأعرب عن خشيته من أن تحاول روسيا فرض اتفاقيات على الأمريكيين بسرعة دون أن تتوصل إلى تفاهم ثابت مع دمشق بشأن شروط الهدنة، وبالتالي هناك خشية من أن يتدخل الإيرانيون ويعملون لحسابهم بمعزل عن الاتفاق الأمريكي الروسي. ما رأيك بدور إيران في ظل هذه الاتفاقيات؟ أعتقد أن هذا هو الخطأ الأكبر في الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وأمريكا. حقيقة أنه لا يشمل إيران. إيران لم تشارك في المناقشات، والولايات المتحدة وروسيا قادتهم اتفقوا على أن الميليشيات الإيرانية والمرتبطة بإيران لن يسمح لها بالقتال داخل مناطق وقف إطلاق النار، ولن يسمح لها بالاقتراب من الحدود مع الأردن وإسرائيل. ولكن إيران لم توافق فعلا على هذا، وبالتالي لو انهار وقف إطلاق النار فسينهار، لأن إيران والمجموعات الموالية لإيران اختارت ذلك.
وللتطرق للنقطة التي أثارها المتحدث السابق، هذا هو السبب لماذا لم يكن هناك وقف إطلاق نار على مستوى سوريا. بعض المجموعات سواء كانت مجموعات جهادية إرهابية أو ميليشيات مرتبطة بإيران أو مجموعات سورية مقاتلة أخرى، بدون موافقتهم على الالتزام بوقف إطلاق النار فلن يحدث، بغض النظر عما تقرره روسيا وأمريكا خارج سوريا. طيب أستاذ ألبير فرحات، برأيك كيف ستواجه، وذكرت هذه النقطة قبل قليل عن اتفاق على ضرورة ألا تستفيد إيران والميليشيات التابعة لها من الاتفاقيات الحاصلة ومن تحرير المناطق من داعش ومن الإرهابيين، برأيك كيف يمكن منع إيران من الاستفادة من هذا الأمر؟ منع إيران من الاستفادة من هذا الأمر على أن نشاركها في هذه المفاوضات. هذا هو ما أراد إفهامه الروسي للأطراف الأمريكية وحتى للأطراف العربية التي تعمل والتي تشارك والتي عاقت وأطالت هذه الحرب الدائرة منذ قرابة ال7 سنوات. لو كان هناك دور رسمي وتفاوضي علني في كل يعني ساحات المفاوضات فعلا، إن كان لإيران وغيرها من العناصر المؤيدة والفاعلة في الحرب في سوريا، لكان الأمر وكانت الطريق أقصر مما نحن طيب، ولكن الآن. السؤال الذي يطرح، كيف نجح إذن وقف إطلاق النار هذا في جنوب غرب سوريا بين روسيا أمريكا والأردن وإيران لم تشارك؟ نعم، هذا هو الاتفاق الضمني الذي حصل ما بين الإيراني والروسي في هذا الاتجاه، ما بين الروسي وحزب الله أيضا في هذا المجال. هنا أرادت أن تفهم روسيا للولايات المتحدة الأمريكية ولأوروبا أنني أستطيع إذا فوضت في بعض المجالات أن أقوم بالضغط على الإيراني وعلى حزب الله من أجل تفعيل وتنجيح هذا الاتفاق. ولهذا السبب كان الطرح في البداية على أن يكون هناك وقف إطلاق نار على مرحلتين، لكن أرادوا أن يجربوا أن يكون الموضوع بمرحلة أولية من أجل تطبيقه فيما بعد للمرحلة القادمة. لكن التصريح الأمريكي لوزير الخارجية الأمريكي ما سمعناه اليوم أن منطقة، وأشار هنا ضمنيا إلى منطقة الشمال ومنطقة الحدود مع تركيا، إلى صعوبة وجود اتفاق. هذا سوف يدخل في خطة البارحة أعتقد. نعم، يعني هذا التصريح قديم خلال الاجتماعات التي حصلت في أوروبا الأسبوع الماضي. نعم، وتم تداوله البارحة أو اليوم من أجل أن يكون يعني قاعدة لانطلاق عملية مفاوضات أو حرب على المسميات الجهادية. سوف يأخذ أيضا مرحلة جديدة في عهد التفاوض من أجل إقام منطقة سميت بمنطقة بعيدة عدم الحرب فيها أو منطقة منزوعة السلاح إلى غيرها من المسميات. وأردنا أن نطرح العديد من المشاريع لهذه المنطقة من أجل استثناء الدور التركي أو الدور الإيراني في هذه المنطقة وتحديدا. طيب، النقطة واضحة. دعني أستاذ فرحات انتقل إلى ياسر فرحان في اسطنبول لننهي هذه الحلقة. أخيرا أستاذ فرحان، الشرق الأوسط السعودية كشفت نقلا عن مصادر معينة أن هناك مساعٍ أمريكية روسية لتشكيل مجلس عسكري يضم النظام والمعارضة معا، وأن المجلس سيقوم بمهام عدة في المرحلة الانتقالية بما في ذلك التصدي للإرهاب.
هل هذا فعلا قائم؟ هل هناك من إمكانية للتعاون بين المعارضة والنظام في المرحلة الانتقالية؟ وهل هناك مفاوضات في هذا الشأن؟ هذه فكرة روسية لم تفتأ روسيا عن طرحها منذ العام الثاني للثورة. تطالب بمجلس عسكري يحكم سوريا، وتداول يعني عبر الروس تداول بعض الأسماء، لكن حقيقة دعني أقول بأن هيئة الحكم الانتقالي وفق بيان جنيف هي شراكة ما بين المعارضة والنظام. نعم. لكن هذه الشراكة تقتضي التوافق المتبادل، وبالتالي استبعاد الأشخاص الذين تلطخت أيديهم بالدماء من كلا الطرفين، كل من ارتكب جرائم حرب وإبادة وبالذات النظام. هناك تقرير اللجنة الدولية للتحقيق تشير إلى أسماء 200 شخصية مسؤولين عن إعطاء الأوامر بارتكاب جرائم إبادة بحق المعتقلين في السجون السورية. بالتالي هؤلاء 200 اسم من غير المقبول أن يكونوا جزءا من حكم سوريا في المستقبل. يعني على الأقل عليهم أن يرحلوا إذا لم تكن المطالبة المحاكمة هي إحالتهم لمحاكمات عادلة. وبالتالي يعني الطرح الروسي الآن بتشكيل مجلس عسكري يفترض بأنه يعني نبحث في الأشخاص، من هم أشخاص المجلس العسكري، وهل المجلس العسكري هو جزء من هيئة الحكم الانتقالي مع الحكومة التي ستسير الأعمال مع القضاء الجديد المستقل، المحكمة الدستورية وأيضا المجلس العسكري. هذا جيد، لكن أن يكون المجلس العسكري هو الحاكم والمتصرف في الشأن السوري خارج القرارات الدولية فهذا انزياح وانحراف عما تم كتابته وصياغاته في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة روسيا وأمريكيا. لسنا نحن من أصدر بيان جنيف، من أصدره هم الروس والأمريكان، وبالتالي احترام بيان جنيف، احترام هذه القرارات هي مسؤولية دولية. لا يمكن إعادة إنتاج النظام باستبعاد بشار الأسد. يعني المصالحة الوطنية في سوريا تقتضي رحيل كل من يعني ارتكب جرائم حرب بحق السوريين، وعند ذاك يتم تفاهم السوريين على محاربة الإرهاب وعلى الملفات الأخرى المطلوبة في المنطقة. عظيم. ياسر الفرحان، عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري المعارض من اسطنبول، نشكرك. نشكر أيضا من باريس البير فرحات الصحافي المتخصص في الحركات الإسلامية ومكافحة الإرهاب، وإما أشفورد الباحثة في معهد كيتو الأمريكي من واشنطن. نشكركم جميعا مشاهدينا، وإلى اللقاء.